كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يل كنت الناس شاغلة، معقول ضوك طفى وانا اللي شلت هموم ايام مدون. عندي طريقة يمكن شوي غريبة، أنا بكتب لحن مع بعض يعني وبلحن حسب الكلمة، يعني حسب الموضوع، يعني فهمت شو قصدي؟ يعني بلحق الكلمة باللحن حتى وتبلش تتركب الفكرة بقى بمساعدة الفريق يعني. أنا طائر الفيني لسه ما فردتش. بفهمها من الأول للآخر، باخد آراء العيلة أولاً والكلوز، الناس الكلوز ثانياً، ولما الكل يبسموا عليها يعني بحاول راقب رياكشن تبعهم دائما، بحاول راقب شو عم يعملوا، شو عم يتصرف، واذا فهموا الغنية شو الرياكت اللي بيعطوه والى اخره. متى ما انفهمت غنية من اول ما بلشت لوقت ما خلصت، انت فهمتي شو عم بحكي انا بدون ما اشرح لك ولا حرف، يعني الغنية بحسها خلصت والله. وبما انه الدنيا هيك متوقع لانه اولا انشغلت هيك بحب، كانت كلامي الحاني، توزيع صديقي العزيز فؤاد جنيد، واخراج عبد الوهاب الخطيب، فانصنعت بطريقه هيك كثير فيها حب وفيها امل وفيها طاقه. كنت متوقع المقطع الثاني لا، لانه المقطع الثاني الحقيقه كتبناه اشتغلته بنص ساعه او ساعه، عرفتي؟ وكان اخر شيء كانت غنيه خالصه ما في، وعدتك يا حيف ما كان موجود، حطيناها هيك اخر شيء، وسبحان الله كيف هو اللي كسر. هذا سؤال كتير صعب، أنا بحبهم كلهم، ما بعرف اختار، بس يعني كل وحدة شيء اللي بتعطيني أمل، يعني وقتها هيك أحس حالي داون شوي وبدي بحط طاير فيني. بحب راح أعملها أنا للمسرح، بحب كمعاني وقداسة بالنسبة لي، كفيتي وفيتي للأم، وبحب أغانيه الوطنية، يعني بحب السبع الأخير، دائما آخر غنية بتنزل بتكون كتير قريبة للقلب، فما في بحب ضميني مثلا، رغم إنه بدي أرجع أعيدها هلا قريبا، بس إنه بحس في إلها ذكريات مع كل الناس، وأنا برضو إلي معي ذكريات أيضا، يعني كل وحدة إلها قصة، فصعب ميز وحدة عن وحدة صراحة. رجعت ولدت من لحم. ما فكرت ولا مرة الحقيقة لأنه باسم معين، ولكن أنا برحب بأي فنان أو فنان طبعا متقدم بحب. ما فكرت ولا مرة باسم، ولكن إن شاء الله قريبا هيك يا رب نشوف. كم مرة من تحت الرماد. ما بتخيل حقدر ارتب افكاري هلا، بس بعض الاحيان بتطلع معي انه اوف لو عندي كذا لو عندي كذا، يعني احيانا حشور بكون لدرجه انه مثلا بسال الحلاق حلوه المصلحه تبع الحلاق، انه افتح صالون كبير حتى هيك مثلا 25 30 كرسي وجيب حلاقين انترناشونال، عرفت؟ بتخبطر احيانا بياع فلافل، يمكن احيانا استاذ بالمدرسه، كنت بحب كون استاذ كثير لانه بحب هيك، بحب الطلاب ويحبوني ويصير بيناتنا هيك عشره وموده، وبعدين نزعل لما يخلص السيزون وكذا، عرفتي شو قصدي؟ يعني كل فترة مراء شكل. كان عندك استاذ هيك اثر فيك؟ أكيد كل فترة الدراسة اللي عشتها بحياتي أثرت فيها. والعين اللي صابتني بحسد إن شاء الله keep going، ما توقفوا بحياتكم بالمجال أو برا المجال حتى، رب العالمين ما بينسى حدا، ومدام في سقف طموح عالي وشغف وفي إرادة وفي عزيمة في رضا من الله ومن الوالدين، أهم شيء ما في شيء بيوقف بوجهكم بتاتا، وضلوا ساحبين ما توقفوا. أنا بحكي عن شبكة برا حتى بس سافر وهيك كأنه إلي، فشبكة أنا بالنسبة لي إخواتي وعائلتي الثانية، وأنا بلشت معهم أساساً 2019 لحد هاي اللحظة، وبدي اقول لهم بالتوفيق، وكثير بنبسط لما اشوف شبكه كيف عم تكبر، وكيف بحس شيء بيمسني يعني، فلكل طاقم شبكه ولا شبكه بحبكم كثير، انا I love you. طلعوا مع السبع ديابي كانوا